بطل شجاع لا يهاب الموت، يعرف بلاءه في المعارك الصغير والكبير. يعرف بعصابة حمراء يعصب بها رأسه عند شدة القتال وصلابة المعارك، ويطلقون عليها عصابة الموت. أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم سيفه وآثره به على شيوخ المهاجرين وفرسان الأنصار. إنه الصحابي الجليل سماك بن خرشة المكنى بأبي دجانة. لقد كان أبو دجانة بطل من أبطال المعارك المشهود له من الصحابة، ينتمي إلى بني ساعدة من الخزرج. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وخيبر وحنين، ثم شهد حروب الردة، وكانت له عصابة حمراء يرتديها تميزه في المعارك، وقد أبلى في هذه المعارك بلاء يليق بفارس مثله. وفي السنة الثالثة للهجرة كانت مدينة رسول الله تتأهب للقاء المشركين في معركة أحد، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يستعدون للظفر على العدو أو نيل الشهادة. وما إن اكتملت الجموع واصطف الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رفع الرسول سيفه بيده وقال: من يأخذ سيفي هذا؟ فامتد إليه أيد كثيرة كلها تريد نيل هذا الشرف، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يأخذ سيفي هذا بحقه؟ فقام أبو دجانة وقال: ما حقه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقاتل به إلى أن يفتح الله على المسلمين أو تقتل. فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. اصطف الجيش وكان المشركون في مرمى الأبصار. أخرج أبو دجانة عصابته الحمراء وربطها على رأسه، فلما رأوه الأنصار التفتوا إلى بعضهم البعض وقالوا: شد أبو دجانة عصابة الموت على رأسه. ومشى أبو دجانة بين الصحابة مختالا متبخترا، وهو متوشح سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. بدأت معركة أحد، والتحم الجيشان واشتد القتال وتعانقت السيوف، وأبو دجانة رضي الله عنه معتصب بعصابة الموت، وتقدم نحو المشركين بسيفه الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم يحصد به رؤوسهم، وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. وأثناء القتال أقبل عبد الله بن حميد بن زهير يركض بفرسه مقنعا في الحديد يقول: أنا ابن زهير، دلوني على محمد فوالله لأقتلنه أو لأموتن دونه. فقال له أبو دجانة: هلم إلى من يقي نفس محمد بنفسه، وضرب رقبة فرسه ثم علاه بالسيف فقتله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول: اللهم ارضى على ابن خرشة كما أنا عنه راض. وسأل الزبير بن العوام أبا دجانة عن موقف رآه منه في المعركة، فقال له: رأيتك أقبلت على شخص يجول ويصول بين صفوف المشركين، فلما أقبلت عليه رفعت السيف، لكنك عدلت عن ضربه به. فقال أبو دجانة: لقد عرفت أنها واحدة من النسوة اللواتي جاء بهن أبو سفيان معه في المعركة، وأنها نادت فلم يجبها أحد، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أقتل به امرأة لا ناصر لها. عند ذلك علم ابن الزبير بن العوام لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة لحمل سيفه، وقال: الله ورسوله أعلم. وكان أبو دجانة رضي الله عنه من الذين ثبتوا يوم أحد، وآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، وحماه صلى الله عليه وسلم بجسده، والسهام تقع عليه ولا يتحرك. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك أبو دجانة في حروب الردة. كان في جيش خالد بن الوليد الذي توجه إلى اليمامة، ولما اشتد القتال وتحصن جيش مسيلمة كان أبو دجانة ممن اقتحم الحديقة التي تحصن فيها أنصار مسيلمة من فوق أسوارها، فانكسرت ساقه
ولم يأبه لها واستمر في القتال وهو مكسور الساق، وكان ممن شارك في قتل مسيلمة الكذاب، حتى كثرت عليه ضربات السيوف وطعنات الرماح، ففاضت روحه إلى الله في ذلك اليوم وسقط شهيدا. انتظرونا مع رجل آخر من رجال صدقوا وما حققوه من بطولات لا تتبادر إلى مخيلة الأذهان اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.